اليوم غادي نوجدوا جوج تعميرات ولا جوج الحشوات، البريوات والقنينطات ولا تعمروا بهم اي حاجه فكيجيو يا سلام ما تشبعوش منهم. الطريقه ديالهم سهله وحتى المكونات ديالهم سهله وبسيطه، موجوده في كل دار. كيجيو مقرمشين واللذه ديالهم يا سلام، ما تحتاج معاهم لا قليله زيت، ما عليك غير تتبع الطريقه، والطريقه ديالهم اصلا سهله. يا سلام بسم الله. اول حاجه نجيبوا شي دجاجه نقطعوها بهذا الشكل هذا، ولا تقدروا طبعا تشريوها مقطعه بلا ما تعذبوا راسكم، ولكن المهم اللي عنده دجاجه بحال هيدا مثلا تكون كامله نقطعوها بهذا الشكل هذا، نحيدوا لها ديك الطار ديالها بشي مقص كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. هذا الطرف هذا ما نسيبوهش طبعا، نخليوها غير في الثلاجه حتى نجمعوا جوج ثلاثه ولا غير بهذاك، ونعملوا بهم مرق الدجاج اللي كنحتاجوها في بزاف الوصفات. كيف ما كتشوفوا هنا كنقسم الدجاجه على جوج، ومن بعد ما قسمناها نديوها نسكسفوا عليها مزيان. ودابا نوجدوا الحشوه ولا التعميره الاوليه ديالنا. غادي نحتاجوا واحد الحامضه تكون مصيره كيف ما كتشوفوا بحال هيدا، نقسموها على 4، نحيدوا لها ديك اللب اللي كيكون لداخل ونبداو نقطعوها بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. نحاولوا ما امكن نقطعوها مربعات اللي يكونوا صغار. ومن بعد ما قطعنا الحامض المصير اللي عندنا نعملوها في شي طويصه ونخليوها غير حدانا في طنجره. غادي نعملوا الزيت، نزيدوا عليها كيلو البصله طبعا خصها تكون مقطعه بهذا الشكل هذا، ما تكونش غليظه بزاف. نزلوا عليها نص ديال ديك الدجاجه اللي قطعناها وغسلناها مزيان كيف ما كتشوفوا بحال هيدا، وحيدنا لها ديك الجلده اللي كتكون من الفوق. دابا نزيدوا من فوق منها 4 دروسات حتى هما محكوكين، نزيدوا الحامض المصير اللي وجدنا الربع حتى هو. وفي العطريه غادي نحتاجوا معلقه صغيره ونص الخرقوم، طبعا المعلقه خصها تكون عامره مزيان. سكينجبير حتى هو نفس المقدار معلقه ونص. نزيدوا شي شويه د الابزار نص معلقه صغيره د القرفه. وطبعا ما نساوش الملح طبعا كيبقى حسب الرغبه. نحاولوا نحركوا ديك الشيء كامل مزيان بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، نشحروا ديك الشيء شي شويه. ومن بعد ما شحرنا ديك الدجاج مزيان مع ديك العطريه، دابا نزيد واحد نص كاس ديال الماء اللي مذوبين فيه الزعفران، ولا تقدروا تستعملوا ضامه الزعفران. نزيدوا شويه د الماء ونشدوا على ديك الشيء ونخليوه حتى يتطبخ مزيان، نخليوه يطيب على نار متوسطه. ودابا نوجدوا التعميره ولا الحشوه ديالنا الثانيه. غادي نحتاجوا فيها نص د الدجاج اللي بقى لنا، نتقبوه بهذا الشكل هذا، نبيكيوه بشي موس بهذه الطريقه هذه باش كيدخل له الطياب داغيه في الفران وفي نفس الوقت كيشرب ديك العطريه. غادي نتبلوها شي شويه، نعملوا له الملح، نزيدوا له واحد شويه د الابزار واحد نص معلقه تقريبا، نزيدوا معلقه صغيره د لاموطارد لونسيين غتجبروها كتباع طبعا في المحلات التجاريه الكبرى، وتقدروا تستعملوا غير لاموطارد عاديه. ندهنوا هذه العطريه في الدجاجه اللي عندنا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، نحاولوا ندهنوها من جميع الجوانب من التحت والفوق، وندخلوها الفران طيب على درجه حراره 180. غادير لكم ما بين 40 حتى 50 دقيقه هكذا. ودابا نوجدوا الصوص بيشاميل. غادي نحتاجوا فيها معلقه كبيره د الزبده، نحركوها مزيان حتى تذوب مزيان بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. نزيدوا عليها معلقه كبيره د الطحين، نحركوا ديك الشيء كامل مزيان حتى ما يبقاوش ديك التكتلات. من بعد ما جمعنا ديك الطحين مع الزبده مزيان، دابا نبداو نزيدوا الحليب، وحنا كنحركوا بشويه بشويه بحال هيدا. كنزيدوا الحليب على مراحل، ما كنزيدوهاش في مرحله واحده، ونحاولوا ما امكن نستعملوا فوي، حيت الفوي هو اللي كيخلي ديك الرول اللي عملناه في الاول اللي تطلق معنا. من بعد ما طلقنا البيشاميل ديالنا نزيدوا الملح، نزيدوا شي شويه د الابزار، جوج الطيب طبعا اللي هي الكوزه، وغادي نزيدوا واحد 3 د الفرماج مثلثات. تقدروا تزيدوا حتى الفرماج غوج، كيعطي واحد الملوحه واحد المذاق متميز. البيشاميل كيطلع واعر بزاف. حركوا ديك الشيء كامل مزيان حتى يتقال معنا البيشاميل ويجينا بهذا الشكل هذا. نعملوها في شي بول ونخليوها غير حدانا، نخليوها حتى يبرد مزيان، وملي كيبرد كيزيد يتقال على هيدا طبعا. وهذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما داز 45 دقيقه بشي يدوب فورشيط بحال هيدا، حيت باقي سخون بزاف. نبداو نفتوه بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، نحاولوا ما امكن نفتوه مزيان. المهم ديروا من الموالين الدار يتعاونوا معايا يفتوا معايا هاد نص الدجاجه اللي طابت، وانا نمشي نشوف الدجاج اللي وجدنا في الاول في التعميره ديالنا الاوليه. كيف ما كتشوفوا طاب الدجاج الحشوه الاولى اللي وجدنا. دابا نحيدوا ديك الدجاج من بعد ما طاب باش نديوه حتى هو نفتوه طبعا بحالو بحال الاخر. كيبقى لنا هاد البصل هذا غادي نجمعوه بواحد 7 بيضات اللي طربناهم مع بعضهم. غادي نبداو نزيدوهم بشويه بشويه واحده واحده، يعني ما نكبوش ديك البيض كامل مره واحده باش كنتحكموا حنايا كنحركوا بهذه الطريقه هذه. واذا كنكملوا بنفس الطريقه كنحركوا حنايا كنزيدوا شويه شويه، كنحركوا حنايا كنزيدوا شويه شويه حتى كنكملوا ديك كميه البيض اللي عندنا كامله. وضروري نحركوا ديك البيض مزيان وحنايا كنزيدوها طبعا ما نوقفوش من التحريك حتى نحسوا بلي طاب ديك البيض. وصافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملنا ديك الشيء كامل اللي عندنا، دابا نخليوه حتى يشرب مزيان ديك المرق حتى ينشف مزيان. ودابا ومن بعد ما تقريبا نشف ديك البيض مع البصل مزيان، نزيدوا عليه ديك الدجاج اللي كان طايب معاه من بعد ما فتتناه، نحركوه مزيان مع ديك البصل والبيض. ودابا نزيدوا الملح طبعا في هذه المرحله تاكدوا من الملح، حيت اذا كانت ناقصه هذا هو الوقت فين تقدروا تزيدوها. ودابا من بعد ما نشف ديك الشيء كامل مزيان، طبعا خاصو ينشف مزيان، نعملوها في شي شبكه باش نستقطروها، نتكيو عليها شي شويه بحال هيدا باش تجمع وتبريسا ويسهل عليها انها تهبط ديك الماء اللي كيكون تما. نعملت واحد الطاسه باش نخليها عاليه ما تسقش بديك الماء اللي هابط منها. وهذا هو البيشاميل ديالنا من بعد ما تقال. غادي نزيدوا عليه الدجاج اللي طايبنا في الفران وفتتناه ونخلطوه مزيان مع ديك لاصوص بيشاميل بهذه الطريقه هذه. ودابا نقيسوا الصوص ديالنا من الملح ونقيسوها كيف جات. وهذه هي الحشوه الاوليه ديالنا اللي وجدناها اللي هي دجاج بالليمون. بعد ما استقطرناها كيف ما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي ناشفه وكتجي يا سلام. دابا غادي نجيبوا الورقه باش ندوروا البريوات ديالنا. غادي نحتاجوا 1 كيلو ونص الورقه تقريبا، نقطعوها في النص بهذا الشكل هذا. غنحتاجوا واحد نص الورقه، ديك نص الورقه نطويوها بهذا الشكل بطريقه متساويه، نعملوا فيها واحد المعلقه كبيره من ديك الحشوه اللي وجدنا. ودابا نبداو نجمعوا البريوه ديالنا بهذا الشكل هذا. هنايا خليت لكم الفيديو كيف ما هو بالنسبه للناس اللي ما كتعرفش كيفاش تلوي البريوه ولا كتجبر صعوبه فيها، فراه الطريقه سهله كيف ما كتشوفوا بحال
فايده كتجمع عادي، ما عليك غير تركز شي شويه معاها وصافي. شوفوا دابا من بعد ما جمعنا بريوه كتجي بهذا الشكل هذا. الطريقه ديالها سهله صراحه الله. هنا غادي نعمل واحد المعلقه طحين مع شي شويه د الماء نحركها، كتجيني بهذا الشكل هذا كنخليها على جانب باش نشد بها بريوات اللي عندي. فهاديك الطرف اللي كيبقى لنا الاخر بحال هيدا كيف ما كتشوفوا في البريوه كنجمعوها به باش ما كتطرطقش معنا في الفران ولا فاش كنكونوا كنطيبوها. وبنفس الطريقه طبعا كنكمل على البريوات اللي عندي كاملين كيف ما كتشوفوا. نعاودوا المرحله كنطويو ديك الورقه كنبداو نجمعوها بهذا الشكل هذا، فكنجمعوها لواحد الجهه عاود نديوها لجهه اخرى، نديوها لجهه اخرى، نديوها لجهه اخرى حتى كتجمع معنا. لا بقات شي زياده بحال هيدا خارجه كنحيدوها، وديك الطرف اللي كيبقى لنا معوض بهذه الطريقه كنشدوها بشويه ديك الطحين والماء اللي عملناه، وهيدا كتكون واجده بريوه ديالنا معنا. ودابا نوجدوا قنينطه البيشاميل. كنقسموا ديك النص الورقه اللي هي ورقه كامله كنقسموها على 4، نص الورقه كنقسموها على 2 حتى كتجي لنا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. نعملوا ولا الحشوات ديك البيشاميل اللي وجدنا دهنوها بشويه د الماء مع الطحين باش نشدوها وكنجمعوها بهذا الشكل هذا. طبعا وحنا كنجمعوها ما نزيروهاش بزاف في المرحله الاوليه باش يبقى ديك البيشاميل ملي يكون كيغلي ما يخرجش على برا وما تطرطقش معنا القنينطه ديالنا. كيف ما كتشوفوا الطريقه سهله. كنعملوا ديك الحشوه في الوسط كنجمعوها بهذا الشكل هذا، نحاولوا نساويو على الاطراف وكنجمعوها بهذا الشكل هذا، نزيدوا لها شويه ديك الطحين باش كتشد معنا وكنبداو ندوروها بهذه الطريقه هذه. وها هي القنينطه ديالنا واجده كتجي معنا يا سلام. طبعا القنينطه تقدروا ما تدخلوهمش الفران، تقدروا حتى تقليوهم في لاشابلور مع لاشابلور بحال هكا. المهم في بلاك ديال الفران عملت شويه الزيت دهنته مزيان، نزلت ديك بريوات والقنينطات ديالي غادي ندهنهم حتى هما بشويه الزيت من الفوق وندخلهم الفران يطيبوا حتى يشبروا ديك اللوين مزيون ديك اللوين ذهبي. وفاش كيوجدوا معنا كيجيو معنا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. البريوه ديالنا كتجي بهذه الطريقه هذه كتجي مقرمشه ورائعه ويا سلام ما نقولكمش. واو يا سلام. صراحة التعميرة هي تقليدية ولكن كتبقى من أحسن التعميرات اللي تقدر تعمر بهم بريوات، واللي ضروري بعدا منا في رمضان ما يمكنش تستغنى عليها حيت كتجي يا سلام. والقنينطات ديال البيشاميل في الفران كيجيونا على هذا الشكل هذا. واو يا سلام بسم الله. واو يا سلام ضروري خاصكم تجربوها. المكونات كامله غادي نخلي لكم في صندوق الوصف اذا كنتو في يوتيوب، اذا كنتو في باج فيسبوك غتجبروها في اول تعليق. واذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجيوها مع احبابكم والعائله ديالكم. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو.